وبس. إزاي نوازن بين الترك والإكرام؟ أول حاجة نفهم الوصايا. وصية الترك بتقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الإثنان جسد واحد. بمعنى لما واحد يتجوز لازم تكون علاقته بمراته هي الأولوية الأولى. وصية 2 في الإكرام بيقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. يعني ما ينفعش نتجاهل أهلنا أو نقلل من قيمتهم. إزاي نعمل التوازن؟ الموضوع بسيط لكن محتاج تركيز في شوية. واحد، الترك مش ضد الإكرام. الترك هنا مش معناه إنك تهجر أهلك أو تبطل تسأل عليهم. الترك معناه إن أولويتك تكون لمراتك أو لجوزك. الترك ليه للرجل؟ زمان الست كانت بتسيب بيت أهلها وتروح تعيش في بيت عيلة جوزها، عشان كده الترك هنا للراجل معناه الترك النفسي، وإنه يحط تركيزه في مراته واحتياجاتها. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.